بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الخلق رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحباب في كل مكان، أحييكم من قناة سلام الإعلامية، متمنيا لكم أينما كنتم وأنتم تتابعون فقرات هذا البرنامج وغيره الصحة والعافية والستر في الدارين. كما وعدتكم سيداتي سادتي في حلقة سابقة أن أتحدث عن الشاعر الإسلامي المخضرم كعب ابن زهير ابن أبي سلمى. وقد بحثت في المكتبة الإلكترونية لأقدم لكم أجمل وأروع ما كتب عن كعب ابن زهير، فلم أجد أفضل ممن كتب عنه الشاعر العربي تميم البرغوثي. قدم قراءة للبردة وكتب شيئا مختلفا عما يكتبه كثير من الذين يقرؤون القصائد، يعني يعملوا فيها قراءات. فإن شاء الله سيداتي سادتي سأتحدث مما كتبه الشاعر المحترم تميم البرغوثي، وهو شاعر فلسطيني أحييه، وكذلك سأقدم لكم قراءة كاملة لقصيدة كعب ابن زهير ابن أبي سلمى. وقبل أن أدخل إلى السيرة لكعب ابن زهير، هذه القصيدة دائما أنا تربطني ببداياتي، أو وأنا أضع قدمي على العتبة الأولى في جامعة أم درمان الإسلامية. كما تعلمون مشاهدينا الكرام أن الطالب المقبول للجامعة يخضع لما يسمى بالمعاينة. في المعاينة لا بد، خاصة إذا كنت أنت مقبول إلى قسم، وهذه الكلية بمعنى الكلية فيها أقسام كثيرة، عشان ما يختبروا رغبتك هيئة من الأساتذة عدد كبير، لا بد أن يقفوا على خيارك ويسألوك شكل من أشكال الأسئلة، وهو ما يسمى بالمعاينة. قصيدة كعب بن زهير كانت جزء في قصة المعاينة بالنسبة لي، وأسردها باختصار شديد. دخلت على لجنة المعاينة حيث قبلت لكلية الآداب بجامعة أم درمان الإسلامية، وكان ذلك عام 1986. والطالب المقبول على الأقل لا بد أن يستصحب معه شهادة الثانوية، وشهادة الثانوية مكتوب فيها الدرجات التي تحصلت عليها، وتستخرج تلك الشهادة من مكتب الامتحانات. مكتب الامتحانات يتطلب أن يكون معك صورة من الجنسية، وإما لك أو لوالدك، وأعتقد لا بد أن تكون صورة من الجنسية أو صورة الجنسية لك. وهذه قصة أخرى ما داير أخش فيها كثير، لكن أنا لم يكن معي الجنسية، والجنسية السودانية خلينا نقول بشكل واضح، يعني حيث كنا في السودان الوطن العزيز. يعني لسبب من الأسباب أنا لم أستخرج الجنسية ساعتها، على الرغم من أنه أي ممتحن لا بد أن يستخرج جنسية بناء على جنسية والده. فجنسية الوالد رحمة الله عليه كانت موجودة يعني، ولكن الوالد كان شوية متحفظ وهنا وما أعطانا إياها. ولجنة الجنسية بتجي المدرسة ويوم مخصص الناس ما بتدرس فيها، ويجوا بس اسمك مسجل، ويقارنوا اسمك واسم الجنسية بتاعت الوالد، وتجيك الجنسية وانت في المدرسة. عموما نتيجة لظروف خاصة امتحنت أنا وما عملت ما استخرجت الجنسية، وبالتالي لم أستطع أن أستخرج الترانسكريبت اللي بيسموه الدرجات يعني. ودخلت على لجنة المعاينة خاوي الوفاض، ذكر اسمي مقبول بجامعة أم درمان الإسلامية في إذاعة أم درمان،
كلية الآداب، وبعدين تدار تشوف الشعبة التي ستدرس فيها 4 سنين. أنا محدد والحمد لله أنه أدخل الإعلام، واخترت جامعة درمان الإسلامية لكي أدرس الإعلام كعلم يعني، حيث لم تكن في جامعة الخرطوم في ذلك الوقت ما يسمى الآن بالإعلام. كانت كورسات قصيرة كده تابعة للجامعة، لكن ما هي شهادة البكالوريوس. فاخترتم درمان الإسلامية والحمد لله وقبلت. المشكلة كانت أنه أنا داخل إلى لجنة المعاينة، ما عنديش لا الجنسية ولا شهادة ترانسكريبت الشهادة الثانوية. ودخلت على الجماعة لقيتهم مجموعة، وحقيقة أنا توضأت وقلت بسم الله اللهم خذ بعبدك. والحمد لله كانت درجاتي كويسة يعني تؤهلني أن أدخل وعارف أنه حأدخل الإعلام وثقة يعني، والحمد لله. فدخلت اللجنة وأنا اللجنة ما عنديش عنها فكرة. لقيتهم تقريبا 8 ولا 9 مثل من الأساتذة في مختلف التخصصات، حيث كانت جامعة درمان الإسلامية 8 تخصصات، منها الإعلام، كلية الآداب يعني كشعب: شعبة الصحافة والإعلام، شعبة اللغة العربية، شعبة اللغة الإنجليزية، وشعبة اللغة الفرنسية، وشعبة الجغرافيا، وشعبة التاريخ، وشعبة الوثائق والمكتبات. 7 شعب. والعبد لله محدد أنه داير يدخل شعبة الإعلام، الصحافة والإعلام. دخلت، فطبعا عندهم هم الصورة من الشهادة والدرجات وهكذا. أحمد شريف، نعم. سألني واحد قال لي وين شهادة الثانوية؟ قلت له والله ما جبتها معاي. طيب وين الجنسية؟ ما معاي. احتاروا: ايه يا عمي، ايش انت ما معك؟ مالك يعني؟ ان شاء الله خير يعني. قال والله ما قدرت اطلع الجنسية ايام الامتحانات، والان جيت متأخر شوية فما مشيت مكتب الخرطوم، يعني كلها اعذار يعني. فقالوا نعمل ايه يعني؟ طبعا واحد لابد من الشروط، لابد يكون معك الوثائق يعني. فقالوا نعمل ايه؟ فقام واحد منهم تسخير الهي قال يا اخوانا نبدا، مش مشكله، ممكن يجيبها في اي وقت. فنبدا، قالوا. انا ارتحت وبدينا. طبعا كان الحديث طويل، ممكن نجي نحكيه في يوم من الايام، لكن سئلت من بين الاسئله: داير تمشيات شعبه، اي شعبه تود ان تلتحق به؟ قلت لهم شعبه الصحافه والاعلام. واحد طوالي قال لي ليه؟ لماذا؟ ف ومن بين اللجنه كان مصري هو في شعبة الصحافة والإعلام، الدكتور مصري يعني، والبقية سودانيين. فقال لي ليه شعبة الصحافة والإعلام؟ قلت لهم لأني إعلامي، بهكذا ثقة تماما. قلت لهم لأنه أنا رجل إعلامي. يا عمي، قال لي قول بسم الله، أنت لسه ما دخلتش وما عندكش ولا حاجة تقول أنا إعلامي؟ قلت لهم نعم أنا رجل إعلامي. واحد منهم قال لي طيب قل لنا، أثبت لنا أنك إعلامي كيف؟ قلت لهم والله أنا الآن جايكم بعد أن كنت مديرا لإذاعة مدرسة كسل الأكاديمية الثانوية، رئيسا للإذاعة لمدة 3 سنوات متتالية، من سنة أولى لحد سنة ثالثة مديرا للإذاعة. واحد منهم قال لي وعشان أنت كنت تقدم في الإذاعة يعني أنت رجل إعلامي؟ قلت لهم نعم. وقبل ما أجي للثانوية كنت في المتوسطة، قلت لهم لمدة 3 سنوات رئيس الجمعية الأدبية بمدرسة والشريفين المتوسطة. طيب قالوا لي ورئيس الجمعية الأدبية كنت بكتب مقالات وبقدم الجمعية الأدبية كرئيس الجمعية الأدبية. 6 سنوات أنا أمارس عمل إعلامي، والله بهكذا ثقة يعني. طيب يا أستاذ، قال لي واحد منهم يعني كده، طيب إذاعتكم دي كانت كيف في إذاعة كسل الأكاديمية يعني ثانوية؟ قلت لهم والله نحن يعني حتى يعني نحن كنا نقدم أخبار وبرامج. وعلى سبيل المثال قلت لهم نحن يعني استهداف انديرا غاندي، احنا جبنا الخبر في الفصحى الثانية
قبل إذاعة أم درمان الساعة 3. طبعا إذاعة النشرة في أم درمان الساعة 3 يعني، زي منتصف الجزيرة وهكذا يعني. الساعة 3 ملخص أهم الأحداث في السودان، معروف للناس الذين عاشوا في السودان. نشرة الساعة 3. فقلت لهم نحن جبنا خبر اغتيال ديرغاندي في الفسحة الثانية الساعة 12، يعني جبناه قبل أم درمان. يعني شنو؟ قال لي، قلت له والله يعني نحن أذعنا الخبر قبل أم درمان، وده نحن كنا نمارس عمل. كيف جبت الخبر؟ قال لي كنا عندنا نرصد. واحد كان بيستمع هناك فقام رصد الخبر وقال لي الخبر كده. قلت له متأكد؟ واستمعت للتسجيل وأنا أذعت الخبر. طيب قال لي كده واحد منهم، قال لي كنت تقدم شنو في الإذاعة؟ قلت له نقدم في الإذاعة قراءات في القرآن الكريم، وكنا ناخذ خواطر الإمام محمد متولي الشعراوي، كانت تطبع في، أعتقد في صحيفة الراية، وكانت تجينا من الخرطوم، فيها خواطري حول القرآن الكريم للإمام محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه. ونقدم حديث الصباح، ثم نشرات إخبارية، ثم برنامج ثابت بالنسبة لي. البرنامج اسمه من أدبيات اللغة العربية، والله كان بهذا الاسم. دخل علي الدكتور، لاحقا عرفته اسمه الدكتور إبراهيم، قال لي طيب في برنامج من أدبيات اللغة العربية، ماذا كنت تقدم في هذا البرنامج؟ كنت أقدمه أنا، قلت أعده وأقدمه. ماذا كنت تقدم في أدبيات اللغة العربية؟ وحقيقة كتاب أدبيات اللغة العربية هو كتاب كان معي في البيت، وقلت له اقتباس من كتاب أدبيات اللغة العربية، لكن البرنامج اسمه من أدبيات اللغة العربية، وأذكر فيه أتحدث عن أيام العرب وشعراءهم وتاريخهم ومجدهم وهكذا. طيب من الشعراء العرب من تعرف؟ قال لي. قلت له والله شعراء كثر، أبو طيب المتنبي ومجموعة يعني ذكرت. فقال ذكر لي وكعب ابن زهير، عندما قال قلت له كعب ابن زهير ابن أبي سلمى. ماذا تعرف عن هذا الشاعر؟ قال لي. ذكرت أشياء، وقال لي معروف أنه البردة والنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قصة كعب ابن زهير الصحابي الجليل الذي سنتحدث عنه بإيجاز. طبعا أنا كنت بعرف عناوين عنه. وقال لي هو جاء معتذرا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ألبسه بردته. والجماعة قاعد خلاص، أنا الآن قررت بأمانة، قررت أنه أن أقود هذا الحوار لما يصب في مصلحتي وفي جانبي، بحيث أنه ما يكون في سؤال عن الجنسية وعن الترانسكريبت ولا حاجة، وينسرب الحديث بيني وبين الدكتور إبراهيم الذي كنت أحضر محاضراته وأنا في شعبة الصحافة والإعلام، بس كنت أدخل شعبة اللغة العربية لأنه يعني مولع من زمان يعني. فقال لي إنه النبي صلى الله عليه وسلم استمع للقصيدة التي تبدأ ببان السعاد، ثم ألبسه بردته، وانتقلت هذه البردة من كعب بن زهير إلى بنيه، ثم إلى سيدنا معاوية، وهكذا انتقلت إلى أن والدكاترة هيئة التدريس يستمعوا لهذا الحديث، نحن وأنا أسأله ثم ماذا بعد ذلك؟ فكيف إلى ما انتقلت البردة وكذا. مواصلين في الحديث، فالدكتور المصري ما أذكر اسمه الآن، كفاية بقى أنت وصاحبك يا دكتور إبراهيم، كفاية بقى خلاص، يعني أنتوا خليتونا نعيش القصة. وقال لي يا ابني فعلا أنت رجل صحفي، فعلا يقبل الطالب أحمد شريف في شعبة الصحافة والإعلام، وختموا على العناية. ولذلك كلما قرأت كعب بن زهير وتذكرت، والله أتذكر ذلك اليوم يعني في لجنة المعاينة. طبعا حمدت الله وشكرته على نعمائه، مشيت صليت ركعتين والحمد لله، ودخلت على جامعة الجامعة الإسلامية. بدأت هناك. ودائما قصة الصحابي الجليل كعب بن زهير دائما في البال، وكنت بحفظها، يعني أحفظ منها أبيات كثيرة فيما سبق. هذه تقدمة ومناسبة أنا أحببت مشاهدي الكرام أن نتحدث عنها في هذا
المفتتح. فاصل قصير نقرأ عليكم ماذا كتب الشاعر تميم البرغوثي قراءة لهذه القصيدة. قصيدة هي يعني ليست قصيدة عادية بالمناسبة، وسترون ذلك بأسماعكم وقلوبكم. فاصل قصير وأعود إليكم في رحاب هذه الحلقة. يقول تميم البرغوثي: كان كعب بن زهير نجما وسيدا قبل فتح مكة وإسلام القبائل. قصيدة أبيه زهير بن أبي سلمى التي يصف فيها الحرب بين عبس وذبيان مكتوبة بماء الذهب. وكان هرم بن سنان سيد ذبيان الذي أنهى الحرب ودفع ديات قتلاها قد حلف ألا يسلم زهير عليه إلا أهداه عبدا أو أمة أو فرسا أو جملا مكافأة على مدحه له، حتى أصبح زهير من أثرى أهل زمانه. وخجل من هرم لكثرة ما أعطاه، فكان إذا مر بقوم فيهم هرم سلم عليهم واستثناه كي لا يعطيه بعد. لذا شب كعب بن زهير مالكا عبيدا أبيه وإماءه وأفراسه وجماله ومكانته في العرب. ويقول تميم البرغوثي: كعب بن زهير ابن أبي سلمى وكغيره من السادة خاف الثورة التي أتى بها ذلك الفتى الأربعيني الفصيح من قريش محمدا صلى الله عليه وسلم، يدعو لإله واحد وللمساواة بين الناس. ربما خاف كعب على عبيده وإمائه، وربما خاف من تغيير دين آبائه، وربما كان خوفه الأكبر على مكانته كشاعر. فأعداء القرشي يزعمون أنه شاعر بلاغته تسحر أنصاره، وأنصاره يقولون إن البلاغة معجزته، وأن ما يجري على لسانه من كلام أرفع قدرا من الشعر كله تماما. يسمع الناس ما يقول فيؤمنون أنه كلام الله، وأن ملقيه إليهم نبي مرسل به ومؤتمن عليه، ويبايعونه على الموت الأحمر. لم يبايع أحد كعبا على شعره، ولا بايعوا شاعرا يعرفه، وسواء كان الأمر خوفا أو محافظة أو حسدا وغيره، فإن كعبا هجى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الأسف الشديد. فلما فتحت مكة وتكسرت الأصنام في الكعبة وارتفع الآذان عليها وأسلمت العرب، لم يجد كعب من يجيره، لا قبيلته ولا حتى أخوه المسلم أجاره، إلا أنهم نصحوه بأن يأتي النبي لأنه لا يرد تائبا، فألف قصيدة في مدحه قبل أن يراه. ودخل عليه المسجد، دخل عليه المسجد ملثما وهو لا يعرف أين هو النبي. لذلك فإن القصيدة المشهورة بان السعاد تعتبر أغرب قصائد مديح النبي، فشاعرها لم يكن حين ألفها مسلما بعد، إنما أسلم يوم أنشدها. نعم، كان ينوي الإسلام حين ألفها، لكنه لم يكن قد التقى النبي بعد، ولم يكن يعرف عنه ولا عن دعوته إلا ما يشاع في بلاد العرب. والأكيد أنه كان خائفا كأي طريد مهدور دمه ولا مجير له. القصيدة نحو 60 بيتا، لا يذكر كعب النبي إلا في بيتها الأربعين، فثلثاها ذكر محبوبة الشاعر وغدرها به، ثم ذكر ارتحاله في الصحراء ووصف ناقته. ولذلك أولك أن تفهم عزيزي المشاهد القصيدة بأكثر من وجه، منها ما يفعله معظم الناس، وهو أن يأخذوا كلام كعب بمعناه الحرفي، فتكون سعاد امرأة حقيقة لا مجازا، وكذلك الناقة والصحراء والغيظ وغيرها. ومنها أن تفهم كل هذا على أنه مجاز لا حقيقة، فتكون القصيدة حنينا لزمن ماض وخوفا من زمن آت، وكأن سعاد مجاز عن الجاهلية
التي أحبته وأحبها كعب بن زهير، وكان فيها نجما وسيدا. ثم انتهى زمانه وتغيرت عليه دنياه وتنكرت له، فأصبحت غولا تريد قتله. حاول أن يقاومها بالصبر والجلد والارتحال في الصحراء كأنه جمل، فناقته مجاز عن نفسه وصبره، والغيظ الممض مجاز عن مرارة زمانه وصعوبة حاله، وهو خائف يترقب، كما كانت سعاد مجازا عن ماضيه وهو آمن. وهو يفتتح كلامه بإخبارنا أن سعاد نأت وأن قلبه شديد التبتل، أي شديد الوله بها، كأنه أسير مكبل لم يفده أحد. فاسمعه يقول: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول. ثم لاحظ ذكر اللونين الأبيض والشفاف في المقطع التالي، وذكر البرد الطيب، وقابله بذكر تلون الغول وسواد أرساق الناقة واحتراق الحرباء وركض الجراد والحر الشديد في المقاطع اللاحقة. يقول وهو ما يزال يصف محبوبته سعاد: تجدو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول، شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح وهو مشمول، تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل، يعني أنها تظهر ابتسامة بيضاء من فم ذي ريق بارد طيب، كأنه نبع ماء ممزوج بالخمر البيضاء، والخمر ذاتها مخففة بماء ذي برودة مأخوذ من حيث ينحني مجرى الجدول، فيسرع فيه جريان الماء فيزداد صفاء، والجدول يجري في أرض سهلة تهب عليها ريح الشمال في الضحى فتبرده على غير عادة الضحى، فتنفي هذه الريح كل ما يسقط في الجدول من ورق الشجر وغيره. ثم ينهمر عليه المطر فيفيض، وهو المطر من غيم سرى طوال الليل، فبرد فأمطر، لكنه ظل أبيض على غير عادة الغيم حين يكون محملا بالماء، تماما كما كان الضحى باردا ذا نسيم عليل على غير عادة الضحى. وهذا كله تشبيه لريق السعاد، أي لقبلتها. كل شيء أبيض، كل شيء نقي، بارد كالنسيم، شفاف صاف. فسعاد هنا امرأة إن شئت، وهي الدنيا في حال إقبالها على كعب في شبابه، أيام هو نجم وسيد وآمن إن شئت. فاسمع الآن ما يحدث حين تنقلب عليه الدنيا. والخلة هنا العلاقة بين الخليل والخليلة، أو هي الخليلة نفسها، أي سعاد. يقول: أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد صيط من دمها فرع فجع وولع وإخلاف وتبديل، فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول، ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل، فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل، كأن مواعيدها كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. ضع عزيزي المشاهد كلمة الدنيا أو الزمن أو حتى الجاهلية مكان سعاد، هنا يستقيم لك المعنى. يقول تميم البرغوثي: تلك الدنيا التي كانت صافية بيضاء كقبلة المحبوبة أصبحت تتلون كالغول وتخون صاحبها
كما يخون الغربال الماء وتكذب عليه، كما كان عرقوب يكذب على دائنيه دوما. وقد ظن بعض الأنصار أن كعبا يعرض بهم، فعرقوب هذا كان رجلا منهم في الجاهلية يماطل في رد ديونه ويضرب لدائنيه المواعيد ثم لا يفي لهم بذلك. وقد كانت بين مزينة قبيلة كعب وبين الخزرج من أهل يثرب وقعات وقتالات في الجاهلية، قال فيها شعرا مشهورا: صبحنا الخزرجية مرهفات، أبى ذوي أرومتها ذووها، حتى أنه بعد أن عفى عنه النبي مدح الأنصار تعويضا لهم عن ذلك التعريض الظني. ثم يخرج من هذا إلى ذكر ناقته فيقول كعب بن زهير، يقول: أمسى السعاد بأرض لا يبلغها إلا العناق النجيبات المراسيل، أي أن سعاد واسمها مشتق من السعد والمساعدة، لن يبلغها من يطلبها إلا على النوق الأصيلة. ولك أيضا أن تقرأ الناقة على أنها حقيقة أو على أنها مجاز عن الصبر، حيث يخرج كعبا عن صبره وجلده إلى وصف صبره وعلى خيانتها ومحاولته النجاة من انقلاب الزمان والناس عليه. فاسمعه يقول في وصف الناقة: قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين، وفي الخدين تسهيل، تخدي على يسرات وهي لاحقة ذوابل، مسهن الأرض تحليل، سمر العجايات يركضن الحصى زيما، لم يوقهن إلا ذكر وتبطيل. أي هي ناقة عليها علامات النبل، من أنف أنقى وخدين ناعمين، تركض وهي ضامرة البطن على قوائم كالرماح، لا يمسسن الأرض إلا رفعا للعتب أو إبرارا بالقسم، كأنهن لا يحتجن لأن يمسسن الأرض أصلا، وكأنها تطير وقوائمها تلك سمر الأرساغ، يتركن الحصى متناثرا لقوتهن ولا يقيهن نعل أو حذوة من رؤوس التلال. ثم يبدأ كعب في البيت التالي جملة لا تكتمل إلا بعد 3 أبيات، فيقول: كأن أوب ذراعيها، أي كأن حركة ذراعي الناقة، ثم لا يكمل التشبيه ولا يصل إلى خبر كأن إلا بعد أن يذكر بيتين من الشعر، كلها جمل ظرفية معترضة تصف الحر الذي تتلفع فيه التلال بالعساقيل أي السراب، ويحترق فيه ذكر الحرباء كأنه رغيف مملول أي خبز مست النار أطرافه فاسود، ويركل الجراد فيه الحصى بينما لا يقدر البشر على السير فيه، فيدعوهم حاديهم إلى النوم حتى ينفض السامر. كأن أوب ذراعيها إذا عرقت، وقد تلفعوا بالكور العساقيل، يوما يظل به الحرباء مصطخدا كأن ضاحيه بالشمل معلول. وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصى ميل، فقابل هذا بصفات البرد والبياض والشفافية في ذكر سعاد وزمانه الأول. وكما كان لك أن تقرأ الناقة قراءتين، إما ناقة حقا أو مجازا عن صبر كعب في هربه كما قلنا، لك أن تقرأ صعوبة الزمان وحره وذكر الحرباء المحترق والجراد المنتشر على أنها حقائق أو مجازات عن مرارة ما يعانيه الشاعر كعب. ثم تنتهي الجمل الاعتراضية ويكمل كعب تشبيه حركة ذراعي ناقته، فكأنهما يقول: شد النهار ذراع عيطل نصف، قامت فجاوبها نكد مثاكيل، نواحة رخوة الضبعين ليس لها، لما نعى بكرها الناعون معقول.
تفري اللبان بكفيها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل، تسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. أي كأن ذراعي الناقة إذ يضربان الأرض ذراع امرأة ممتلئة في منتصف العمر تلطم نائحة على ابنها، ويجاوبها نساء مفجوعات ثكلن أولادهن مثلها، وقد ارتخى لحم ما بين كتفي هذه المرأة ومرفقيها لكبر سنها، ولم تعد كما يقول نعم عزيزي المشاهد، ولم تعد تعقل شيئا بعد أن نعى الناعون لها ابنها، فراحت تهشم صدرها بكفيها وتشقق ثوبها عن تريوقتيها، فلم يبق منها إلا رعابيل أي مزقا ممزقا، ويسعى حولها الوشاة ويقولون إنك يا كعب بن زهير ابن أبي سلمى لمقتول لا محالة مثل ابنها الذي تنوح عليه. ويمكن أن يكون المقتول كعبا نفسه، وتكون النائحة أمه، وأن يكون الناعون قد نعوه لها كما ورد. وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني. هنا ينزع كعب عن وجه أقنعة المجاز ويصرح بخوفه على حياته تصريحا من تلك الحركة الثورية التي هدمت عالمه على رأسه وأهدرت دمه حتى تحاشاه أصدقاؤه ولم يجرهم منهم أحد. ثم يختم المقطع كله بذكر الموت الذي لا بد من أن يصيب كل ابن أنثى. ثم حين يصل إلى المديح بعد 40 بيتا من قصيدة كلها نحو 60 بيتا يقول: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، وقد أتيت رسول الله معتذرا، والعذر عند رسول الله مقبول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن، فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة، ولم أذنب وقد كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله مقبول. حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات، قيله القيل لذاك أهيب عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الأسد مسكنه، من بطن عثر غيل دونه غيل. فوصف الخوف هنا أكثر من المديح. يقول: إني واقف في مقام لو وقف فيه الفيل لظل يرتعد فزعا، وإني لخائف حتى أضع يدي في يد رسول الله المنتقم الذي قوله القول، وهو أهيب عندي من أسد مسكنه غابة وراء غابة في واد عثر. ثم يتبع ذلك ب5 أبيات في وصف الأسد الذي شبه النبي به، وبيت في تشبيهه بالنور والسيف: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. أما ما تبقى من القصيدة ففي مدح بأس الحرب يقول: هل كانت قصيدة مدح إذن، أم كانت قصيدة حنين لما يخاف قائلها أن يحن له، أم هي قصيدة اعتذار عن هذا الحنين، أم هي قصيدة خوف؟ رجل على حياته وجوهرها طلب الأمان، هكذا يتساءل تميم البرغوثي. فانظر عفوا إلى رحابة النبي
وصلى الله عليه وسلم، فبالرغم من فهمه للكلام بمعنيه الحقيقي والمجازي لم يغضب من كعب ولا لأمه، أو عفوا ولا لامه على حنينه إلى ما يجب ألا يحن إليه، وخوفه مما يجب ألا يخافه، لعلمه أن الناس خلقوا للحنين إلى ما عرفوا، وجبلوا على الخوف مما جهلوا، فطمأنه وكأنه يقول له: يا كعب لا تخف، نحن لم نأتي لنضرك ولا لننتقم منك، وكما كنت شاعرا وسيدا وكريما في الجاهلية فأنت شاعر وسيد وكريم وصحابي في الإسلام، وزمانك هذا الذي تكني عنه بسعاد، عالمك الذي تغير عليك سنهديك أجمل منه وأكرم، وأن حياتك لن تنتهي اليوم بل ستبدأ. هاك بردتي إذا لبستها ستجعلك نسبا يفخر به نسلك، بل الشعراء جميعا من بعدك إلى الأبد أغلى من المال والجمال التي كان شيوخ القبائل يهدونها إليك، سنكرمك أكثر مما أكرموك. لا أتخيل أن النبي كان مهتما أن يشبهه كعب بالأسد، بل كان مهتما بطمأنة رجل أعزل وحيد خائف حد الجزع، جاءه يعتذر منه وهو لا يدري إن كان سيخرج من المسجد حيا أو ميتا، فأهداه أغلى ما يهدى لشاعر، بردته التي صارت بعد ذلك بديلا للتاج عند المسلمين. فعلامة تولي الخلافة أن يلبسها الخليفة على كتفيه، فقد اشتراها معاوية من أسرة كعب، وتوارثها بنوه وبنو مروان من بعده، إلى أن أخذها منهم بنو العباس، وبعد غزو المغول بغداد أخذها من نجا من بني العباس إلى القاهرة، حيث استؤنفت خلافتهم. وحين غزا القاهرة سليم بن بايزيد سلطان بن عثمان أخذها وبقيت فيهم يتوارثوها إلى أن ألغيت الخلافة بعد الحرب العالمية الأولى، والبردة محفوظة اليوم في إسطنبول بتركيا. فنحن أيها الناس منذ ساعة السماح بين النبي والشاعر كعب بن زهير الكرام نواصل الحديث في سيرة كعب بن زهير الصحابي الجليل. فنحن أيها الناس منذ ساعة السماحة بين النبي والشاعر تلك صرنا أمة الملوك فيها لا يصبحون ملوكا إلا إذا لبسوا عباءة كان صاحبها نبيا أولا، ثم شاعرا، ثم في آخر الأمر خليفة للمسلمين. وككل سنة فإنها تكتسب معاني أكثر وأعمق كلما مر الزمان، فقد صارت قصة البردة هذه رمزا للعلاقة بين بلاغة الكلام والسلطة السياسية النابعة منه. فسلطة القرآن السياسية عند المسلمين نابعة من إيمانهم بأصله الإلهي، والدليل الأعظم عندهم على أن أصل القرآن إلهي بلاغته، وهذا معروف عند العرب حتى قبل الإسلام، حيث كانوا يسيرون بيت الشعر البليغ مثلا فيكسبونه قدرا من المرجعية الاجتماعية، وكأنه حكمة أو قانون أخلاقي، فكأن الكلام عند العرب خاصة ثم عند المسلمين عامة جماله دليل صدقه، وصدقه أصل كونه شريعة وحكما. كذلك أصبحت البردة جائزة البلاغة ورمزها، وهدية النبي للشاعر مكافأة على شعره، رمز السلطة السياسية التي لا يصبح الملوك ملوكا إلا إذا لبسوها. أصبحت علامة البلاغة علامة الملك، والمديح يشبه عند العرب بالعباءة التي يلبسها الممدوح، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدي الشاعر عباءة بعباءة وبردة ببردة، ولذا سميت القصيدة بهذا الاسم البردة، ثم صار اسما لقصائد مديح المصطفى. لكن الشاعر لم يعطي البردة، لم يعطى من باب البلاغة فقط، بل من باب الرحمة، فشتان بين البردتين، البردة التي أهداها كعب والبردة التي أهديت له. وعلى هذا
فقد كانت علامة الملك وعلامة البلاغة، علامة الرحمة والسماح أيضا. لقد كان النبي أكرم من أن يجيز لأنه مدح، إنما أعطى الجائزة الكبرى لأن العطاء يليق به. وهكذا قدر لكعب المحظوظ الذي رضي الله عنه أن تكون القصيدة التي تحتوي أقل المديح أعظم قصائد المديح جائزة، لكي يكون الفضل كله فيها للممدوح لا للمادح. ثم صار هذا أيضا سنة، فكل مدح للنبي بعده مهما طال ومهما كان بليغا ومعجزا فالفضل فيه للنبي على الشاعر وليس العكس. إن القصيدة عزيزي المشاهد كما يقول تميم البرغوثي لم تنتهي بانتهاء الإنشاد، ولم يكن بيتها الأخير ذاك الذي ألفه كعب، إنما كان بيتها الأخير مشهد قبول النبي له وفهمه لمقصوده وإبرائه لخوفه بإكرامه إياه وإهداءه بردته. كساءه الذي ضمه وضم أهل بيته، فكأنه منحه نسبه وألقى عليه حمايته وضمه لأسرته، وكأنه يقول للخائفين والتائبين وذوي الحنين والغرباء أن لا بأس عليكم، أنتم مني وأنا منكم. صلوا على خير المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، هذه كانت قراءة مما كتبه تميم البرغوثي الشاعر الفلسطيني الكبير بشأن البردة. وهكذا أيها الإخوة والأخوات نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية، كانت عن الصحابي الجليل الشاعر كعب بن زهير ابن أبي سلمى. قدمنا لكم نبذة عن سيرته العاطرة من خلال ما كتبه الشاعر الفلسطيني الكبير تميم البرغوثي. ألتقيكم بحوله تعالى في الحلقة المقبلة، ستكون بإذن الله الحلقة 51. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي محدثكم أحمد شريف مع فريق العمل في الطاقم الفني والإخراج. تحياتنا مجددا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى.